جاء رجل وقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال المرء مع من أحب. وروي هذا في حديث عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه متغيرا حزينا، قال ما أهمك؟ قال يا رسول الله أذكر يوم القيامة وأنك ترفع إلى الفردوس الأعلى، فأخاف أن لا أراك في الجنة. فأنزل الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الإخوة حديث عظيم يدلنا على شرف محبة الله ورسوله وشرف محبة الصالحين. والمسلم عليه إذا أراد أن يفوز بأعلى الدرجات في الجنة لن نصل والله بأعمالنا، أعمالنا فيها النقص والخلل، كم نعصي ربنا جل وعلا وكم نقصر في الواجبات، حتى صلواتنا التي نصليها هذا رأس مالنا في الحياة، كم نسهو في الصلاة ولا نخشع فيها، ماذا يصفو لنا من أعمالنا؟ وكثير منا إلا من رحم الله أصبح كل همه إذا أصبح وأمسى في الدنيا والتنافس عليها والسعي لأجلها. إذن ماذا أعدت لآخرتك؟ أعظم ما يعده المرء لآخرته الإخوة محبة الله ورسوله. طبعا لا يعني هذا أن يقول خلاص أنا أحب الله ورسوله، أنا أحب الرسول وأكون معه في الجنة، وتراه لا ترى عليه علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تراه مشغولا في الدنيا والشهوات والمعاصي. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة؟ إن كنت يعني تزعم ذلك، يعني كما قيل إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. علامة المحبة الطاعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن هذه الطاعة قد يقصر فيها العبد، نعم، لكن ما يصر على معاصي الله ويتكاسل عن الواجبات ويقول خلاص أنا أتكل على المحبة، هذا قد يكون من الغرور والأماني. لكن تصدق في محبتك لرسول الله، فهذا يجعلك تتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يذكر ربه، كيف يعيش مع أهله، كيف يتخلق مع الناس، كيف زهده في الدنيا، كيف أخلاقه. تتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتك، تحب أن تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، تطالع سيرته شمائله صلى الله عليه وسلم. إذا جلست مجلسا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تكثر من ذكر أصحابه رضي الله عنهم، تحبهم، تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام أجمعين، تذكرهم في مجالسك، تحب أن تسمع قصصهم. فهكذا تنمو محبة الصالحين في قلبك، تحب الصالحين، تحب العلماء، تسمع قصصهم وسيرهم، وهكذا تحب أن تجالس الصالحين في زمانك، تجلس في مجالس الذكر والعلم، وهكذا فتعظم محبة أهل الخير والصلاح في قلبك. فهنا بإذن الله تفوز بهذا الشرف العالي، المرء مع من أحب.